السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. في الفيديو اللي فات كانت الخطوة رقم 10 من خطوات بناء الدايناميك موديل، عملنا فيه هيستوري كيس وعملنا لها رن. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنستعرض الريزلتس الناتجة من الرنة دي. طب الريزلتس بتنقسم عندي لنوعين. النوع الاولاني هي البروبرتيز، والفيديو دوت ان شاء الله هتناول النقطة دي. والنوع التاني اللي تشارتس، وان شاء الله باذن الله هنستعرضها في الفيديو اللي جاي. دي الخطوات اللي احنا اشتغلناها في المرات اللي فاتت، بحيث لو ده اول فيديو حضرتك تحضره معايا، حبيت اعرفك ان الفيديوهات دي متوفرة في البلاي ليست الخاصة بالتي نافيجيتور ريسيرفوار موديلنج موجودة على القناة، بحيث حضرتك تقدر تنورني وتشوفهم وتطبق معايا. ارجو بس ان لو حضرتك طلعت من الفيديو ده باي فايدة، كل والدي رحمة الله عليه ووالدتي ربنا يبارك في عمرها نصيب من دعواتك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب انا كده لسه ما فتحتش الموديل بتاعنا، ولكن دي سكرين شوت كنت واخدها من الموديل بعد ما خلصنا الخطوة اللي فاتت اللي هي خطوة رقم 10. بعد ما خلصنا رنة الهيستوري كيس ورجعنا للجيومتري اوبجكتس، فلقينا اللي احنا في ال 3 دي جريدز موجود عندنا 3 جريدز. الجريد الاولانيه هي خاصه بالارب موديل، وهي الجريد الاساسيه اللي احنا شغالين عليها. الجريد التانية اللي اتكونت هي باسم الكيس، وزي ما قلت ان دي هيتحفظ فيها البروبرتيز كامله الناتجه من رنة السيميوليشن اللي احنا رنيناها، وهي بتتسيب بصيغه كده خاصه بالموديل ديزاينر. والجريد التالتة واخده اسم الريزلت اللي احنا عملناها، وديت بيتحفظ فيها الريزلتس اللي انا عملت لها سيلكشن. يعني واحنا بنعمل رنة السيميوليشن كيس، جينا في الريزلت اوت بوت في البروبرتيز، ادالك اوبشن كده، قال لك ان في بروبرتيز لو انت عاوز تسيفها بصيغه الباينري فورمات، فقلنا له اوكي، واخترنا بعض البروبرتيز منها. ففي الجريد دي هيتسيف فيها او هيتعرض من خلالها الريزلتس اللي حضرتك عملت لها سيلكشن، زي ما هنشوف بمشيئه الله. استشهاد في الموضوع انك لو خلصت رنة السيميوليشن اللي هي الخطوه رقم 10 وما قفلتش السوفت وير او ما قفلتش البروجكت بتاعك وستيل لسه فاتحه وهتكمل معايا في الفيديو بقى في الخطوه دي، فده الشكل اللي هيبقى موجود قدامك دلوقتي. طيب لو حضرتك زي حالاتي بعد ما خلصت رنة السيميوليشن قفلت السوفت وير بتاعك وهتفتحه تاني دلوقتي، فهنشوف ايه الشكل اللي هيبقى موجود غير ده. هنجيب كده التي نافيجيتور موديل ديزاينر، هنفتح رنة او هنفتح الموديل بتاعنا كده. فتحنا بقى الموديل بتاعنا، نقفل بس دي. هلاقي ان عندي في جيومتري اوبجكتس في 3 دي جريدز، لما فتحته تاني دلوقتي في 2 جريدز بس موجودين عندي. الجريد الاساسيه اللي هي الارب موديل، والجريد التانية الخاصه بالريزلتس. ولكن الجريد التالتة الخاصه بالكيس نفسها اللي هتحفظ فيها البروبرتيز كلها ما بقتش موجوده معايا. يعني السكرين شوت هفتحها تاني كده لحضرتك، فهنلاقي ايه؟ هنلاقي المفروض كان هيبقى عندي ارب موديل والهيستوري كيس جريد والريزلت جريد، بس الهيستوري كيس جريد دي بتاعت الكيس مش موجوده عندي. فدوت ليه؟ دوت لان حضرتك وانت شغال هيبقى بعد كده، او يعني عندك اكتر من كيس شغال عليها او كيسز كتير حضرتك شغال عليها. فلو في كل مره بتيجي تفتح البروجكت بتاعك او بعد ما تخلص الكالكوليشن، يعني تيجي على جيومتري اوبجكتس، هتلاقي الجريدات كتير قوي خاصه بالكيسز وجريدات تانية خاصه بالريزلتس بتاعتها، فهيبقى فيه زحمه هنا. فهو يعني علشان نتلاشى الموضوع دوت، فقال لك خلاص انا هخلي الجريده الاساسيه بتاعتك هي المعروضه، وهنكتفي بالجريدات الخاصه بالريزلتس اللي هتتعرض. طيب لو انا يا عم بقى عايز اجيب الجريده الخاصه بالكيس اللي هتحتوي على كل البروبرتيز اللي موجوده، نجيبها ازاي؟ قال لك ترجع للكيسز، وترجع للكيس اللي حضرتك عاوز تعرض الريزلت بتاعتها يعني از ا جريد، وتقف على الريزلت وتدوس كليك يمين وتختار continue calculations. continue calculations دي بنلجأ لها في حالتين اتنين. الحالة الأولانية زي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، ان حضرتك قفلت البروجكت بتاعك، يعني انت ستوب ده خلاص الكالكوليشنز،
وفتحته تاني وعايز تعرض الجريد اللي بتحتوي على البروبرتيز الناتجه من الرنه دي ككل، مش السلكشن بس يعني. فدي الخطوه الاولانيه او الحاله الاولانيه. فالحاله التانيه ايه؟ لو في حاله، لو حضرتك فاكر كده واحنا بنرن الكيس كنا عملنا وقفنا الرنه ودوسنا على الايكون اللي هي زي علامه الريكورد كده اللي هي خاصه بالرن وكملناها تاني. طب في حاله لو حضرتك وانت بترن اي رنه وقفت الرنه دي وقفلت البروجكت بتاعك ودخلت تنام ولا رحت مشوار وجيت تاني يوم ولا اليوم يعني جيت في اي وقت تاني عايز تكمل الرنه بتاعتك، فهترجع تاني للريزلت دي وتدوس كليك يمين كونتينيو كالكوليشنز، فهيملا لك يعني الشريط ده لما يبقى احمر معناه انه بيخلص الكالكوليشن لحد الستيب المعينه. هيملا لك الشريط الاحمر اوريدي يعني بيحافظ على الكالكوليشنز اللي تم بيها لحد ما حضرتك قلت له وقف الرنه، فبالتالي تقدر تستكمل الرنه اللي حضرتك كنت بتعملها من يومين 3 لما ترجع تاني ليها في اي وقت. فده اوبشن كويس جدا ان انت مش لازم تفضل قصاد الرنه لحد ما الرنه تخلص، ولكن انت بتوقف الرنه في اي وقت وتقدر ترجع لها تاني. زي ما ان شاء الله ما هنشوف يعني الجزئيه دي هنعملها في خطوه البريدكشن، هنوقف الرنه ونرجع لها تاني ونشتغل هكذا يعني. طيب في الحلقه بتاعتنا دي احنا عاوزين نرجع تاني الجريد اللي هتحتوي على البروبرتيز اللي عايزين نعرضها النهارده، فهنقف على الريزلت بتاعتها ندوس كليك يمين ونقول له كونتينيو كالكوليشنز. اللي حصل ايه؟ ادي الشريط اللي هو التايم بلاير ملاه احمر كده لحد الاخر. ليه؟ لان احنا كنا خلصنا الرن للاخر. انما لو كنا وقفنا الرن في ستيب معينه ورجعنا عملنا كونتينيو كالكوليشن في اي وقت كان هيملى الشريط الاحمر ده لحد الستيب اللي احنا وقفنا بيها الرنه. نقدر اللي احنا نرجع للستيب دي اللي وقفنا مثلا بيها ونكونتينيو كالكوليشن تاني. تمام. طيب نيجي بقى في جيومتري اوبجكتس، هنلاقي اللي احنا عندنا خلاص بقى كده موجودين الثلاثه جريدز اهو. الجريده الاساسيه الارب موديل، والجريده الثانيه اللي هي الريزلت بتاعتي اللي انا عملت لها سيلكشن، والجريده الثالثه اللي هي الخاصه بالكيس نفسها اللي هتحتوي على كل البروبرتيز الناتجه من الرنه دي. فخلونا نستعرضها كده معانا الجريده دي. طيب مبدئيا كده ايه الفرق ما بين الجريده دي كجريد وما بين الجريد الاساسيه كسيلز؟ ان الجريد ديت بتاعت الهيستوري كيس او اللي عملنا عليها رن السيميوليشن اوريدي خدنا في حساباتنا موضوع الاكت نم. يعني لما جينا في الكيسز هنا واحنا بنختار الستاتيك بتاعها البيس جريد بروبرتيز واخترنا الاكتيف جريد بلوكس فدخلنا اوريدي الاكت نم. وكانت الاكت نم ديت هي عباره عن السيلز اللي بتحتوي على البروستي اللي اقل من 5%. قلنا له خليها نون اكتيف سيلز وخلي السيلز التانية معروضة زي ما هي. تمام. فهنيجي كده في جيومتري اوبجكتس عشان نشوف بس الفرق ما بينهم ايه في الجزئية الخاصة بالاكت نم ديت عملت ايه يعني في الموديل بتاعنا. هنيجي في الجريد الاساسية الارب موديل وخلونا ندوس الاستاتستيك بتاعتها وندوس على الجريد انفورميشن. الموضوع الاستاتستيك بتاع اي بروبرتي حضرتك واقف عليها او اي جريد واقف عليها احنا عشان عارضين البروست يعني لو جينا عايزين نجيب الاستاتستكس الخاصه بالبروبرتي نفسها فدي هتجيب لك البروبرتي الاستاتستكس الخاصه بالبروست اللي معروضه زي ما هنشوفها بعد شويه. ولكن عاوزين كجريد ككل فهنجيب كده جريد انفورميشن الخاصه بالارب موديل. قال لك ايه؟ قال لك اللي انت كان عندك 48 سيل في اتجاه الاي 35 في الجي و128 في الكي. المفروض حاصل ضرب الكلام ده كله السيلز دي كلها يدي لك التوتال حوالي 215,040 سيل. المفروض يبقى فيه 215,040 ولكن الاكتف فيه وخلي بالك دي اللي مش مطبق عليها الاكت نم دي الجريد الاساسيه 189,540. ففي عندك حوالي يعني حاجة و20 ألف سيل مش موجودين. فدوت ليه؟ دوت بسبب الليرنج واحنا بنعمله في الستاتيك موديل طريقة الليرنج ذات نفسها. بمعنى الجزئية دي كنت أنا شارحها في كورس البتريل فخليني بس عشان يعني ما عيدهاش تاني يعني التفصيل مفيش اختلاف فيها. فانا هقص بس الجزء اللي انا شرحت فيه موضوع الليرنج دوت ويعني ايه ان السيلز ما تبقاش مكمله او في فروق. فهقص الجزء دوت من الفيديو الخاص بالكورس البتريل
وهعرضه هنا لحضرتك بحيث نفهم موضوع اللايرنج وتأثيرها ايه على موضوع ان في سيلز بتبقى طايرة منها. يعني سي مثلا الطبقة بتاعتك او الزوم بتاعتك واخدة الشكل ده، وهي هنا كده السيكنس بتاعها بيزيد. فهو لو قال وهو بيعمل الاستاتيك موديل انا عاوزك تقسم لي الزون ديت سي مثلا ل3 لايرز، هو بتريل هيعمل كده، سوري هيعمل كده. دي اللاير الاولانيه اهي، الشكل ده. اللاير التانية كده، اللاير التالتة تحت. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو اوريدي قسم الزون دي لعدد اللايرز اللي هو حددها 3 لايرز. فحضرتك في كل مرة تعمل موضوع البلاير بتاع الكي دوت وتعرض لاير، هيعرضها بشكل كامل، يعني هتشوفها بشكل كامل للزون كلها. يعني لو جيت تبص من فوق هتلاقي كده مثلا يعني دوت شكل الريسيرفوار بتاعك. فكل لاير هتدي نفس الشكل دوت. ليه؟ لان هي مفيش لاير مفقودة، يعني كلها موجودة معانا. طيب لو فرضنا بقى ان هي سوري نفس شكل اللاير ده، بس هو قال له بقى ايه؟ قال له انا مش عايزك تقسم لي لعدد معين من اللايرز، انا عايزك تعمل لي اللاير السكنس بتاعها مثلا 5 فيت. فبيعمل ايه؟ يروح مقسم كده هنا، جايب هنا كده، ادي دي ال5 فيت الاولانيه، سوري عشان بس برسم، انما السكنس بيبقى 1 يعني. ودي التالتة، الرابعة، دي ال5. فهكذا هو بيقسم وفقا للسكنس اللي هو بيديهوله، يعني بحيث بيجيب له سكنس يعني نفس السكنس اللي هو حاطه. فحضرتك لما تيجي تبص على اللاير الاولانية، يعني بتعمل مثلا كده كي لرقم 1، فهو هيعرض لك الشكل كله بتاع الريسيرفوار، يعني هيجيبه لك كله. طب والتاني رقم 2 هيجيبه لك برضو كامل، 3 كامل. بس هي عند ال4 ففي جزء مفقود من الشكل اللي هو البلان فيو بتاع الريسيرفوار بتاعك. يعني هيجي في كل مرة بيعرضه لك بالشكل مثلا ده، هيجي من اول مثلا اللاير دي هيعرضه لك بشكل بس ده مش كامل، هيبقى في جزء مفقود من هنا نتيجة ان اللايرز مش مكملة. فهو نفس الوضع هنا لما هنيجي مثلا كده اللاير بالشكل ده، اللاير مش مكملة معانا. ليه؟ لان هو قسم الزوم بتاعته للايرز متساوية في السكنس. فنفس الشكل دوت ان اللاير مش مكملة معانا في بقية الريسيرفوار. طيب زي ما شفنا في الفيديو كده، موضوع اللايرنج اللي تم هو اللي خلى ان في فروق ما بين 215,000 بقت 189,000، ان اوريدي في سيلز ما بقتش مكمله معايا على اساس ان هو بقيه اللايرز مش واخد نفس الشكل دوت يعني. طيب دي كده فبالتالي السيلز اللي بقت موجوده عندي كتوتال يعني يعتبر في الجريد الاساسيه 189,540 سيل. تمام. طب تعالوا نشوف بقى الجريد اللي هي اتكونت الهيستوري كيس دي، وجينا كده في الاستاتستكس وجينا في الجريد انفورميشن. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هو قال لك برضه 48 85 128 المفروض يبقى كله 215، ولكن الاكتف مش 189 بقى، ده الاكتف بقت 168,000. يعني في حوالي 20,000 سيل تانيين طايرين اساسا من الموديل ده. طب او من الكيس دي. طاروا ليه؟ طاروا ان هم بقوا نون اكتف سيلز، لان حوالي 20,000 سيلز دول كانوا بيحتووا على بروستي اقل من 5%، فطبق عليهم مبدأ الاكت نم ان هو بقوا نون اكتف سيلز. فده الفرق الاولي ما بين الجريد دي
والجريد اللي بتطلع، يعني حتى لو الجريد الخاصه بالريزلتس فهي نفسها هي طبق عليها برضو الاكت نم. لو جينا كده في الاستاتستكس دي وجينا في الجريد انفورميشن هنلاقي ان هي 168,000 وحاجه، فاتطبق عليها مبدا الاكت نم برضو. طيب هنيجي كده نستعرض بقى الجريدة الخاصة بالكيس نفسها، فهنلاقي ان فيها initial properties وcalculated وregions. فالinitial ديت هي هتحتوي على الانيشال بروبرتيز اللي حضرتك دخلتها في الرنة، وحضرتك بتيجي كده في الكيس نفسها وبتعرض الاستاتيك وبيز جريد بروبرتيز، فدي اللي هتبقى متسيفة هنا. فبالتالي حاجة زي مثلا البروستي، فلو جينا كده على البروستي فدي حاجه مش هتتغير، دي الانيشال بروبرتيز اللي انت دخلت بيها في الرنه نفسها زي البروستي والبرمابيلتي. طيب الكالكوليتد بقى دي اللي هتتغير معاك، يعني زي البريشر، زي الساتوريشن اوف اويل، ساتوريشن اوف ووتر. فهو هنا زي ما شايفين ضامن لك جايب لك كل البروبرتيز الناتجه من الرنه دي، ما عملناش الجزء منها يعني سيلكشن. فهنيجي حاجه زي الساتوريشن اوف اويل كده هنا، والتايم بلاير دوت تقدر تستعرض تغير البروبرتي ديت في اي وقت. يعني اما نيجي بايدينا كده في التايم بلاير ده ونغيره بالشكل ده، فهنلاحظ مع الوقت تغير الساتوريشن اوف اويل في البرين بالذات دول. ليه؟ لان كان البرين دول 15 و 26 كنا حولناهم من اويل بروديوسر لووتر انجكتورز، فبالتالي موضوع الاويل ساتوريشن قل فيهم وبدأت المية ان هي تتكون. لو جينا كده شوف باليت عشان بس نعرض النسب اللي موجودة، او ان حضرتك تيجي في التايم بلاير دوت وتقول له بلاي بقى كده، وهو بيبتدي ان هو يستعرض يعني الستبس اللي تمت فيها والتغيرات اللي تمت في اي بروبرتي حضرتك عارضها من البروبرتيز الخاصة بالريزلتس ديت. تمام. طبعا نقدر اللي احنا نعمل زي كروس سيكشن كده، بحيث لو حضرتك يعني تشوف الحركة اللي تمت بالظبط للمية. فنيجي كده في يعني ممكن ابقى اعمل فيديوهات خاصة بالتولز لوحدها، يعني كنت ممكن في الفيديو ده كنت هشرح الكروس سيكشن بانواعه، ولكن يعني قلت اعمل فيديوهات منفصلة خاصة مثلا هاو تو كرييت بوليجون، هاو تو كرييت كروس سيكشن، بحيث لو حضرتك حابب تعمل اي تول فيهم ما تقعدش تدور في الفيديوهات بقى هي موجوده في انه فيديو مثلا خطوه الكروس سيكشن دي. فجاست بس انا هعملها دلوقتي كده، ولكن هنشرح الكروس سيكشن بمشيئه الله في فيديو منفصل بكافه انواعها. فهنعمل كروس سيكشن كده في السريع خاص بالبير معين، وهنختار مثلا البير ده، وهنيجي كده ما بين البيرين مثلا بالشكل دوت، واقول له تمام، واجي هنا في كروس سيكشن والله الكروس سيكشن بتاعي وكت، بحيث ان انا اقدر ان انا اشوف التغير اللي حصل. ان البير دوت كان بير اويل بروديوسر في الاول، ولكن بدأت مع الوقت اللي انا انجكت فيه ميه، فبالتالي حصل تغير في موضوع الساتوريشن، وبالتالي بدأ يأثر على الابار المحيطه بيه او الابار اللي جنبه، يعني كحركه ميه او كوتر برودكشن. فشايف الموضوع دوت ان انا في الكالكوليتد ديت واحده بقى كده خلاص شكرا. في الكالكوليتد ديت اقدر اعرض اي بروبرتي موجوده بتتغير مع التايم، واشوف ايه اللي حصل في الوقت ده، اما 3 دي او 2 دي ويندو. فدي خاصه بالكالكوليتد. انما الانيشال لو جبت حاجه زي البروستي فدي مش هتتغير مثلا مع الوقت، يعني البروستي كده اهي وجيت التايم بلاير دوت، يعني في اي وقت مش هتغير معايا على اساس ديت انيشال بروبرتي موجوده، مفيش اي تغير حصل معاها غير الكالكوليتد. الريجنز بقى هنا هو بيعرض الريجنز اللي حضرتك دخلتها واللي هو كريتها، يعني بمعنى احنا كنا دخلنا البي في تي ريجن، كانت 2 ريجن موجودين. جينا في الساتوريشن ريجن احنا ما كناش عاملينها في الجريدة الاساسيه، ولكن لان هو دخلها بقيمه واحده. يعني لو حضرتك فاكر لما جينا واحنا بنعمل الكيسز وجينا في الجزء بتاع الفلويدز وجينا في الجزء عند الريلاتيف برمابيليتي، لان انا ما كنتش مدخله ساتوريشن ريجنز او سات نم، يعني فهو اعتبر ان الموديل كله ريجن واحده وخد داتا واحده بس. فبالتالي هنا لما بنيجي نعرض الريجن بتاعتها فهي مش مقسمها زي موضوع البي في تي اللي احنا دخلناه. وزي ما قلت الروك كومباكشن انا ما كنتش عاملها
في الجريد الاساسيه، ولكن بما ان انا كنت مدخل له بي في تي ريجنز مختلفين، فهو عمل هنا او هو كاريت ريجنز للروك كومباكشن ان هي تو تايبس يعني او تو ريجنز موجودين، مع ان انا مدخل نفس الروك كومباكشن داتا للريجن 1 والريجن 2. الاوكليبريشن كنا احنا عاملينها، والاكت نام هو خدها كده كريجن. طب هو خدها هنا كلها بقيمه واحد ليه؟ مع ان الاكت نام اللي احنا في الجريد الاساسيه كانت فيها واحد وفيها زيرو. يعني لو جينا كده في الارب موديل وجينا في الاكت نام هلاقي ان هي متقسمه في السيلز اللي هتحتوي البروسيس الاقل من 5% زيرو دوت. ليه هنا كلها بواحد؟ لان هو اوريدي يعني طبق مبدا الاكت نام ده على كل البروبرتيز اللي موجوده بما فيها البروبرتي بتاعت الاكت نام. يعني الاكت نم دي مش الاساسيه، مش اللي موجوده في الجريد الاساسيه، ولكن بقت اكت نم كلها بواحد لان طبعا على الاكت نم. فالسيلز اللي هتحتوي على البروسيس الاقل من 5% اوريدي اتشالت، فما بقتش فيها غير قيمه واحده. والفيب نم ديت الفلويد امبليس، لو حضرتك عاوز تجيب الفلويد امبليس بتاعك لاكتر من ريجن، يعني تقسم الموديل بتاعك برضو الريجنز وتدخلها له وتقول له انا الريجن ديت خاصه بالفيب نم واحنا بنعمل رنة السيميوليشن، كان هيقسمها لك كريجن بحيث ان انت تقدر تعرف الاويل امبليس بتاعك في كل ريجن بيحتوي قد ايه. لكن بما اننا ما عملناش فهو يعتبر برضو الموديل ككل كريجن واحده، وهيطلع لك اويل امبليس كفاليو واحده. طيب نيجي بعد كده الفلويد امبليس، فهو هيجيب لك الفلويد امبليس بكل انواعه بقى، الاويل امبليس، ووتر امبليس. يعني لو جينا في الاويل امبليس كده هنا، وجينا قبل ما نبتدي في الاول خالص وجينا في الاستاتستيك بتاعته وجينا في البروبرتي ستاتستكس بتاعتها دي، فالسميشن بتاعنا 43 مليون، فده الاوريجينال اويل امبليس. تمام. لو جينا مع التايم كده والتغير اللي هيحصل نتيجه بقى الاويل برودكشن اللي احنا انتجناه والكلام ده، هنيجي تاني للاستاتستكس بتاعتها في الاخر هنا على التايم في الاخر يعني لقيناها 42.7. فبالتالي الفرق ما بينهم هو الكيوم اللي حضرتك انتجته، ودوت يعتبر الاويل امبليس او كارنت اويل امبليس عندك في الوقت الحالي دوت بعد ما خلصنا الرن. فالاجزاء الخاصه بالبروبرتيز الخاصه بالجريد اللي اتكونت باسم الكيس هيحتوي على البروبرتيز كلها الناتجه من الرنه دي، ولكن البروبرتيز بقى اللي في الجريد بتاع الريزلتس دي فهي هتحتوي فقط على البروبرتيز اللي احنا عملنا لها سيلكشن وقلنا له سايبها از باينري فورمات واحنا بنعمل رنة السيميوليشن. يعني هنيجي عليها كده ونقف على البروبرتيز اللي فيها هنلاقيها انيشال، فجاب كل الانيشال بروبرتيز. ليه؟ لان احنا لما جينا نعمل رنة الهيستوري كيس قلنا له اختار كل الانيشال بروبرتيز اللي موجوده عندي في الرن، وهيحتوي برضو على الكالكوليتد. هو بيحط في الاساس والكونكشن فاكتور والكونكشن كي اتش والبريشر وجاز اول ريشيو، دول موجودين اساسي. تمام. وزائد اللي احنا اخترناهم، احنا اخترنا ساعتها الجاز ساتوريشن والاويل ساتوريشن والووتر ساتوريشن. وبالنسبه للفلويد امبليس اخترنا حاجتين بس، الاويل امبليس والووتر امبليس. فهنيجي كده عليهم هنلاقي الاويل امبليس والووتر امبليس عامل لهم فعلا سيلكشن عندي. وبالنسبه للريجنز جاب الريجنز اللي احنا دخلناها في رنة الاستاتيك، لاننا زي ما قلت لحضراتكم لما جينا نعملها قلنا له هات كل الانيشال بروبرتيز بما فيها الريجنز الاساسيه اللي احنا عملناها دخلها لنا هنا، فجاب الريجنز الاساسيه اللي احنا دخلناها في رنة السيميوليشن. فدي كده فده كده الجزء الخاص بالريزلتس الناتجه من رنة الهيستوري كيس. وفي الفيديو بقى التاني هنستعرض الجزء الخاص بالتشارتز الناتج من الرنة دي ونعمل هيستوري ماتش بمشيئة الله. واشوف حضراتكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.